خويا مرحبا خويا، عيدكم مبارك سعيد. شوف اليوم العيد خاصنا ندوزو بخير بالضحك والنشاط، ما نتخلقوش بدياتنا. اليوم العيد واللي بغى بلاصه يجي بكري شويه، يجي حتى العشرة عاد بغا البلاصه. والشكر لله على جزيل إفضاله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تقبل الله صيامكم، تقبل الله قيامكم، تقبل الله سائر أعمالكم. اللهم قدر لنا جميل الأحوال ووفقنا إلى صالح الأعمال. اللهم أدخل علينا هذا العيد بمزيد من الخيرات وواسع من المكرمات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. العيد مناسبة أخرى بعد مناسبة رمضان، مناسبة لشكر الله على نعمه وعلى كرمه. والتعبير عن الشكر يكون أولا بالطاعة لله، ويكون ثانيا بالإحسان إلى خلق الله. مع ربنا نكون عابدين طائعين، ومع خلق ربنا نكون رحماء محسنين. ومن كان عابدا للحق محسنا للخلق فهذا هو الذي يستحق أن تقول له، فهذا هو الذي يستحق أن تقول له بارك الله لك في العيد. أما من أفسد علاقته مع ربه وأساء إلى خلق ربه فهذا لا عيد له وإن لبس الجديد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أخي المسلم، لقد وفقك الله فصمت وصليت وقمت من الليل ما استطعت، وهذه صلة بينك وبين الحق. ووفقك الله كذلك فأحسنت وتصدقت وأخرجت زكاة الفطر، وهذه صلة بينك وبين الخلق. والصلتان هما تجاه المسلم في هذه الحياة. فللمسلم في هذه الدنيا اتجاهان: اتجاه يتجه به نحو الله بطاعته وعبادته،
واتجاه ثاني يتجه به نحو عباد الله بالإحسان إليهم ورفع الإساءة عنهم. والحمد لله لقد اجتهدت في تحسين علاقتك بربك، واجتهدت في تحسين علاقتك مع خلق ربك، وجسدت بذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهنيئا لك وتقبل الله منك. ورجاؤنا جميعا أن نلمس ونرى أن باطنك قد سما، وأن قلبك قد صفى، وأن ظاهرك قد حلا. واعلم أخي الحبيب، واعلمي أختي الحبيبة، أن الانقياد لله والافتقار إليه ومراقبته